السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المجد الأسياخ النحاسية. في بعض الأخوان قالوا له في جوا يا إخوان الرصد، بدنا نطلع نطرد الرصد من داخل الكهف هذا عشان أصحاب الموقع يستطيعوا العمل على هذا المدفن. يا إخوان معانا الشيخ أبو مالك، مسيك بالخير سيدنا الشيخ. الله يمسك بأنوار النبي، الله يرضى عليك. قالوا إنه الرصد قوي جدا يهودي، هل نستطيع أنا وياك أن نفك هذا الرصد؟ أكيد وبكل سهولة بأمر الله سبحانه وتعالى. بأمر الله. بسم الله يا إخوان الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مش شايفين رصد، وينه اللي بيحكوا عنه؟ لا مش مبينش، ما في رصد صح؟ لا. الأمور طيبة يعني؟ الأمور طيبة ما شاء الله. الأمور طيبة إن شاء الله يا إخوان. بيقولوا إنه هون صارت إخوان شغلة تحدي. بعض الأخوة قالوا إنه الزلمة بيكوا يفوتوا على هذا المدفن يوجد بها جني. قالوا إنه جني عبد أسود يسكن هذه المنطقة وساكن بهذه الغرفة. صارت تحدي بينه وبين بعض الأخوة. احنا الوحيدين طبعا انا وابو السيد ابو مالك، كونه ايماننا بالله يا اخوان قوي. لا يوجد رصد، يوجد حراس سكان منطقة. اذا هاي المنطقة يا اخوان مهجورة، قلنا الجن يسكن جميع بقاع الارض. دخلنا على الموقع بفضل الله عز وجل يا اخوان ما شفنا من هذا الحكي، لا شفنا عبد اسود ولا تلك الامور. بدناش نصورك انت، علما هاي اخوان قديما صورناها على القناة، بس لانها صارت تحدي بينه وبعض الاشخاص. بالاضوية اللي جوا هون هون يا رب يا الله. قيم الشاشبونات هاي عبارة عن نظام يا اخوان قبور فستقية. بدنا ننهي الفيديو اخوان، بس حبينا نقول لا يوجد رصد ولا تلك الامور. صارت تحدي بينه وبعض الاخوة، قالوا بانه هذه المنطقة يسمعوا داخلها اصوات، ومنهم من طلعوا اشاعات بانه يوجد جن يهودي يسكن داخل الغرفة هاي. قلنا لهم اخوان قديما فتنا هذا المدفن ما وجدنا من الحكي كله. دخلت انا واخي ابو مالك بفضل الله عز وجل. ذاكرين اخوان اذكار الصباح والمساء بفضل الله عز وجل، بنصلي الصلوات على وقتها، ما بضرك لا انس ولا جن. هل هذا الحكي صحيح ولا خطأ؟ صحيح. اذكار الصباح والمساء اللي اوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بس يا اخوان حبينا نصور هون وبدنا يعني ننبش شوي، بدناش نصور. كل الحب والتقدير لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر يا اخوان، طلع عن جد هون جوا في رصد عنكبوت. بس شو الرصد؟ لاجل الفكاهة يا اخوان عادي، لو بدنا نضحك مش مشكلة. في هذا الموجود هون، اللهم صل على سيدنا محمد، قبيلة من العنكبوتات طلعت لنا هنا. بدها سلامة تفوت تقتل لنا العنكبوتات. اجراءاتك يلا توكل. هذا يا اخوان الرصد طلع لنا عنكبوتات فقط بالشكل هذا. ايوه شايفين؟ ايوه فقط يا اخوان. نحن مغامرة. ايوه بيوتها، بس بدنا نكتشف. قالوا في عبد اسود، هاي منتظرين يطلع لنا اذا يوجد رصد زي اللي بدناش المغامرين نص الليل يزعلوا منا. كويس، بننتظر يا اخوان لما يطلع لنا العبد الاسود. اوكي انت معي؟ معك. يلا السلام عليكم اخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المجد الأسياخ النحاسية. قبل شوي اخوان صورناكم الرصد العبد الاسود لما كنت انا وابو مالك. ابو مالك الموقع هذاك اللي قالوا به رصد وعبد اسود، هل وجدنا عبد اسود؟
ولا شفنا عبد أسود ولا غيره. طيب يا أخوان، الآن بفضل الله عز وجل الجماعة اللي معاي بيقولوا لي لا نكمل شغل. أعطانا حدود هيك، هدف منقرش إشي بسيط. أي المدفن فتح هنا. هل ركز لي على كلمة هل. الشباب المعي أبو عبد الله وأبو مالك وبقولوا لا ما نكملش الشغل، لأنه كما يعلم الجميع يا أخوان إحنا ما بننقب كويس. كونه فتح هنا وعلى عمق، جاي شغل على عمق، مش حابين إخوان نكمل الشغل. هدف قناة المجد إخوان تعليمية. أيوة إخوان، تعليمية وما بتحس على التنقيب. البوابة فتحت معنا بفضل الله يا إخوان، ورش غلبنا شجر. أيوه هذا اللي بشك يا إخوان، ثواني. أي البوابة، نركز. هاي العصاي باقيها في شو قديش فاتت، بس حبينا. أبو مالك شو ما شاء الله فتحة الباب مبينة والأمور ما شاء الله طيبة، بس إحنا زي ما حكى لكم أبو المجد إحنا ما بننقب، بس قناة تعليمية للجميع فقط. الله يجزيكم كل خير، ومنحبش إخواننا نصور ونكشف مناطق إشارات حلوة. هنا لاحظ هون طريقة، هنا لاحظ هون في سلع. هذا سلع يا إخوان وهمي للعلم بس. هيو سلع وهمي. أبو مالك لما الجهاز قادني هون وكسر يمين، ركز لي على كسرة اليمين واعطاني عد امشي 6 خطوات. لما مشيت غاد 6 خطوات، ماذا قلت لك بخصوص اللي هون الممر؟ هدف وهمي. وقلت لك البوابة اين موجودة؟ موجودة في المنتصف. اي يا اخوان، لا نريد ان نطول عليكم. كل الحب والتقدير لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.